المغرب والأردن ده مش نهائي كأس العرب، ده نهائي كوبا ليبرتادوريس ونهائي كأس العالم ونهائي كأس الانتر كونتيننتح، اتضرب خليط بقى نهائي كأس العالم. ايه النهائي ده؟ ايه المتعة دي؟ ايه الكرة دي؟ ايه الحلويات دي؟ هيلعبوا اكسترا تايم، هنشوف بالتوفيق للمنتخب، يا رب المنتخبين يكسبوا، يقسموا الكاس بالنص، يقسموا الكاس بالنص يا ولاد، ما تتخانقوش عشان خاطر. بصوا يعني بعيدا عن مين هيكسب، بما اننا دخلنا في الاتنين اتنين ودخلنا في الوقت الاضافي، بعيدا عن مين هيكسب، الواحد عايز يشكر الفرقتين، على جمال الكوره اللي احنا اتفرجنا عليها في ذكرى ليلة الاعظم في لوسيل، ليله 18 ديسمبر 2022. بيفكرونا المغرب والاردن الاثنين بمباراه تاريخيه باداء ولا اروع، بتقريبا اجمل نهائي عربي في التاريخ ممكن ان انت تتفرج عليه، سواء بواحد من الاهداف اللي اكيد هتترشح لجائزه بوشكاش عن طريق اسامه طنان، هدف في الدقيقه الثالثه ولا الرابعه من نص الملعب. الراجل كان لسه بيفكر ازاي يستلم الكوره، علق كوره ليزيد ابو ليله من نص الملعب وقال له يا باشا دور على الكوره في الشبكه، لمنتخب الاردن اللي بيعمل ريمونتادا تاريخيه وبيرجع عن طريق علي علوان وبيسجل هدفين، كوره من متابعه بضربه راسيه، ضربه جزاء. منتخب المغرب الناحيه الثانيه عبد الرزاق حمد الله، يعني مش عارف هيحطوا له الكوره فين اقرب من كده عشان يقدر ان هو يسجلها في الشبكه. جنون! اتفرجنا على 90 دقيقة من الجنون، اتفرجنا على 90 دقيقة من العظمة، ولسه في وقت اضافي، للمباراة. اعتقد ان على مستوى التاريخ العربي قد تكون هي المباراة الاجمل اللي احنا بنتفرج عليها فعلا. شكرا للمغرب وشكرا للاردن وشكرا لطارق سكتيوي، شكرا لجمال سلامي، شكرا لاتنين مدربين كل واحد ما كانش عنده اي ذرة خوف ان هو يجرب. ايه اللي احنا شفناه ده نهائي تاريخي، ده شغل تاريخي، ده شغل العالمية. اصحى يا عم انفانتينو، اصحى وقول للناس احنا جايين امريكا مش هنهزر، لان احنا شفنا نهائي على استاد لوسيه كاس العرب. لا مباراة تاريخية ما بين المغرب والاردن. العيال نازلين، انتوا يا جماعة انتوا بتقدموا لنا عظمة. ده انا كنت عايز انام، لا انام مين؟ ده انا عينيا نطفت، ده انا شايف لعيب. لا عندنا اولاد وما نخافش. ده انا اكني شارب 4 سحلب بالمكسرات بالفواكه، مانجا درشات وموز قطع، لان اللي انا شفته ده اداء تاريخي من الفرقتين. الصراحه المغرب عمل مباراه تاريخيه، الاردن برضو عمل مباراه تاريخيه. ما هي كده والله. لو عليا اديهم 2 كاس، اديهم كاسين، واخد الكاس اللي بره اللي في النيش بدل الجيلي اديه، لان حرام فرقه تمشي زعلانه وجماهير الاردن ما تزعلش. انتوا معاكم منتخب رجاله، معاكم فرقه رجاله، معاكم اداء. الصراحه الناس ما قصرتش، اللعيبه ما قصرتش، ما بين مدرب ما بين شغل. لا هي الكرة كده، ما هي احداث سودة. وزي ما شفنا على نفس الملعب من 3 سنين ما بين ميسي ومبابي، وفي الاخر ضحكت لميسي، وباذن الله هتيجي اليوم وتضحك للاردن. ما هي الدنيا مش كده، هو ده. بس انا بقول له يا مغرب ما شاء الله عليك، بس سيب لقمه لغيرك. ايه ده علينا شويه يا مغرب، ايه ده مش كل حاجه كده مغرب. لا ايه ده شويه، في برضه دول عايزه تفرح، في الدنيا عايزه تفرح. انا هاخد من كلام المعلق العالمي عصام الشوالي وبيقول لك اكتر من 100 سنه 1918 لما الاهلي والزمالك في القاهره كانوا بيلعبوا على نهائي الكاس وكان يخلص تعادل، كانوا بيقسموا الكاس مع بعض. هنا 6 شهور في النادي الاهلي و6 شهور في نادي الزمالك. فتمنى ده يطبق دلوقتي لماتش او نهائي الاردن مع المغرب، من كتر ما فعلا ان الاتنين يستحقوا الكاس، الاتنين يستحقوا البطولة، الروح بتاعتهم الاتنين المنتخبين يستحقوا البطولة، على كل ما قدموه طول البطولة الاتنين يستحقوا. احنا غيرانين ان احنا مش في النهائي، غيرانين على جون أسامة طنان، على علي علوان، على الروح في المدرجات، على طريقة التشجيع، على اللعيبة اللي حاسة ان هي عليها مسؤولية كبيرة وعبء كبير وعايزين يعملوا حاجة لبلدهم. كل ده احنا مش فيه واحنا غيرانين وبنحسدكم على النهائي العظيم اللي انتوا عاملينه ما بين المغرب والاردن ده. لا المغاربة مجانين. اول شيء حاب اقدم اعتذاري للشعب المغربي او الجمهور المغربي. بالمقطع السابق قلت المنتخب الثالث وما يصير ياخذ البطولة، ياخذ البطولة غصبا علينا. لا منتخب مرعب. حمد الله جلاد. هارد لك للاردن. ايش وقت تاخذون بطولة حبايب الاردن؟ بيوم القيامة؟
ترى التاريخ لا يذكر الوصيف، التاريخ يذكر الأبطال. يعني حرام هذا الجيل التاريخي ما عنده بطولة، حرام ورب الكعبة اليوم بسبب تفاصيل بسيطة المنتخب الأردني خسر. تراجع زيادة عن اللزوم من جمال السلامي. نعم جمال السلامي نفسه اللي أنصفناه وهو كان السبب بصعود الأردن للنهائي، اليوم هو السبب الرئيسي بخسارة المنتخب الأردني. أنت مسيطر على الوسط، شلون تتراجع هاي الزيادة؟ أنت تقدر تحسم المباراة بثالث وحتى رابع. تراجع زيادة المنتخب الأردني وهذا ما يرحم. لا تتراجع ولا تبرد أمام هدفين جلاد ورب الكعبة ساطم ما يرحم. يا الله يا الله يا حمد الله، مليار مبروك للمغرب وأدق لكم تحية، وأنتم ملوك كرة القدم العربية. ومن غيره افضل مهاجم، لا تقول لي غيره. حمد الله تعجبني تحركاته. هارون كمارا والله الكسكس ياكل المنسف، واليوم منسوف حبك يا قلبي. اليوم حمد الله نزل وفوزهم. اخلط المنسف ذكي اهياطه. انا الاردني، انا على عيني وعلى راسي، بس هذا حمد الله النسايب اليوم طارت الطيور برزاقها. ما شاء الله. ادعي لي يمكن تبيض حياتي. ادعي لي يا جدة. انت جدة ولا خالة؟ الله يا عبد الله. رجعوا المغاربة يا شباب، رجعوا والله رجعوا. حمد الله رجعوا، والله حمد الله رجعوا. الشباب مباراة ولا أحلى من هيك، تقول نهائي كأس العالم. والله العظيم ترفع القبعة للأردن وللمغرب على هالساعتين اللي عيشونا ياهن. 2-2 والله كفوا منكم هاي المباراة. يمكن هدول الساعتين الوحيدات اللي ما ندمان عليهم في حياتي كله. مباراة حلوة، مباراة ممتعة، ولسه في شوطين إضافية. تصفيق لكلا طرفي المباراة النهائية اللي كل واحد فيهم يستحق التصفيق والتقدير والاحترام، لان احنا اتفرجنا على مباراة ما كانش فيها اي شيء وليد الصدفة، اتفرجنا على مباراة ما كانش فيها اي شيء متروك للبركة او للحظ، اتفرجنا على مباراة كلا الفريقين اللي متواجدين فيها هم يستحقوا التواجد فيها، يستحقوا المنافسة، وكلاهما يستحق اللقب. صحيح فاز الفريق صاحب الخبرة الاكبر، وفاز الفريق اللي متمرس في المواعيد الكبرى وهو المنتخب المغربي، لكن ده لا يخسف شيء من حق المنتخب الأردني. الناحية التانية المنتخب الأردني اللي من حقه ان هو يفخر بلاعبيه، بمديره الفني، بالمباراة التاريخية والأسطورية اللي قدمها في نهائي كأس العرب، المباراة اللي تصنف مش بس كواحدة من أحلى النهائيات العربية، ولكن كواحدة من أحلى النهائيات عموما اللي أنا اتفرجت عليها في الكورة. نهائي يليق بأن هو يكون بيتلعب في يوم الذكرى التاريخية للنهائي المخلد ما بين فرنسا والأرجنتين في نفس الملعب، ملعب لوسيل اللي انتهى بالتعادل 3-3، ونتفرج على شبه إعادة للمباراة دي بينتصر فيها المنتخب المغربي في الأشواط الإضافية على المنتخب الأردني 3-2 في مباراة ماراثونية مجنونة اتفرجنا فيها على كل أنواع العظمة وعلى كل ألوان الجمال. تحية للمنتخب المغربي وتحية للمنتخب الأردني، وأتمنى أن أنا أشوف في الكومنتات الروح الطيبة بتسود ما بين مشجعين الفرقتين وما بين مواطنين الدولتين، وأتمنى أن أنا أشوف الجمال ده بيتكرر كتير جدا. ومن الواضح ان قطر وملعب لوسيل خدوا توكيل الماتشات العظيمة وخدوا توكيل الماتشات التاريخية، وبيقدموا لنا تحفة فنية جديدة خلتنا مبسوطين واحنا بنتفرج عليها. بس لحظة يا جماعة، والله العظيم في شيء غلط. احنا مو بمنطقي ان هم داخلين بمنتخبهم الثالث وياخذون بطولة كاس العرب. خلي الموضوع بيننا. يعني استثني بكلامي المنتخب الاردني لانه قدم مباراة على مستوى، ما خسر 3-0 ولا 4-0 ولا كان نهائي سهل بالنسبة للمنتخب المغربي فاستثنيه. ولكن احنا كلنا يا جماعة لازم نشوف لنا حل. والله العظيم عرب آسيا لازم نشوف لنا حل، لأنه مو منطقي أي منتخب أفريقي بمنتخب الثالث وياخذ بطولة كأس العرب. مو منطقي يا جماعة والله العظيم. يعني احنا لازم نراجع نفسنا بطريقة عميقة جدا، ولازم نراجع نفسنا مرة ومرتين وثلاث. والله العظيم مو بحلوة في حقنا أبدا، مو بحلوة. يعني لازم نكون منافسين على أقل تقدير. أقسم بالله يعني الموضوع يزعل والله العظيم يزعل. يا عمي وش المغرب ذا؟ يا عمي بمنتخبهم فريق ثالث مدري رابع. برازيل ذا يا ولد، ايش ذا؟ اقسم بالله قويين يا ولد، والله قويين يا ولد مع شكلهم.
خلاص فاز. المنسف راح اليوم، اكلوا الكسكسي. الاردن جايه للقب. هارد لك يا النسايب، هارد لك. ابو ليلى سلم الدوسري سلم عليك ولا لا؟ الاردن جايه للقب. لا تقول لي الرابع، لا لا، اهدى عليهم، اهدى عليهم. ابو حمد الله. خلاص خلاص خلاص، الاردن جايه للقب. الله المغرب ذا قوي. اوب 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 اوب. الاردن جايه للقب. كل منسف وناموا. ها ألف مبروك لكل مغربي على وجه الأرض. هذه البطولة بحق واستحقاق بكل أمانة يا أخوان، رغم أن المنتخب المغربي يلعب بالصف الثالث لدرجة أن جمهور المغرب ما يعرف بعض اللاعبين ولا يعرف أسماءهم ولا يعرف وين يلعب في أي نادي، إلى أن المغرب حققت البطولة، بالرغم أن منتخبات المنافسة للمغرب تلعب بكامل قوتها وتلعب بالصف الأول بالصف الأساسي، إلى أن المغرب حققت البطولة. وهذا الشيء يبين لنا فارق الفني بين المنتخبات الأفريقية العربية والمنتخبات العربية الآسيوية. الصراحة يا أخوان بدون زعل واضح الفرق. كيف لو جاء المنتخب المغربي الأساسي حكيمي وزياش؟ أنا ما راح أحكي هذا لك، راح أحكي ألف مبروك للنشامة. خسرتوا بأرض الملعب لكنكم كسبتوا قلوبنا، كسبتوا قلوبنا إحنا كشعب أردني. نعم والله العظيم نفتخر وبنرفع راسنا فيكم. كنتوا ندي اليوم لأفضل منتخب عربي، لا حدا يقول لي صف ثاني ولا ثالث. المغرب لو بالصف العاشر منتخب محترم، وانتم عارفين هذا الكلام بدون ما نلف وندور. وبرضه احنا كمان عندنا غيابات مهمة بالمنتخب ما تم استدعائها. فبالنهاية احنا خسرنا بأخطائنا. نعم للأسف الهدف الأول باص غلط منا، بأخذها لاعب المغرب، بشوف الحارس اللي متقدم زيادة عن اللزوم بيسجل جول جميل جدا ما حدا بيقدر ينكر. الجول الثاني يعني محمود مرضي بيطلعها ركنية وبنفس الوقت هو بيكسر التسلل. أغلاطنا للأسف احنا خسرنا بأغلاطنا. نعم لكن لما بتخسر انت بشرف وقدام منتخب كبير زي المنتخب المغربي فعادي. احنا لسه قدامنا كأس عالم ان شاء الله انه بنقدم مستوى يشرف. وحاب احكي يعني انا ما بعرف شعبنا متى مكتوب له يفرح، دائما بنوصل عند نهائي وبنتعثر بتعثرات ما إلها داعي بصراحة. يعني شعبنا اقسم بالله العظيم والله ما أنا عارف شو احكي، اقسم بالله العظيم يعني الفرحة كانت قريبة، لكن للأسف الشديد مبروك المغرب، مبروك اخوان والله العظيم. السلام عليكم. الله سجل الثالث، حمد الله سجل الثالث على النشامة. حمد الله سجل لأسود الأطلس، سجل للمغرب الهدف الثالث في الشوط الإضافي الأول. هات الإعادة. الله انظروا إلى هذه السيدة كيف تدعي، كانت تدعي دعوتك مستجابة يا خالة. أوه راسية. حمد الله حمد الله حمد الله حمد الله حمد الله حمد الله، ما فيها شيء ما فيها شيء. حمد الله المغرب تتقدم بالهدف الثالث، بالهدف الثالث 3-2. لسه في وقت، لسه في وقت. النشامة يعودون في أي لحظة. لا تضمن النشامة، لا تضمن الأردن. ألف مبروك البطولة يا المغرب، صراحة تستاهلون. بالصف الثالث علمتوا على الجميع، بالصف الثالث يا المغرب. الفرحة هذه ما توصف. ألف مبروك يا المغرب يا أخوان. من شاهد المغرب ما شاهد أي شيء. لازم نودع عيالنا عند المغرب يا أخوان. بصف ثالث بصف ثالث بصف ثالث واخذ البطولة، بصف ثالث واخذ كاس العرب يا أخوان. ترى الأردن يعتبر من أفضل فريق مرشح بآسيا، ويمكن أقوى واحد بآسيا. ولكن إيش هذا يا المغرب؟ يا المغرب إيش هذا يا جماعة؟ والله العظيم ما فعل المغرب إنجاز تاريخي ولا يمكن أساسا يصير. تخيل أن فريق بالدرجة بالصف الثالث فاز لك على الأردن اللي هو بالصف الأول. يا جماعة الخير المغرب واقطع.
أفضل نهائي في تاريخ بطولة كأس العرب، منتخب المغرب أمام منتخب الأردني. أمتعونا، عيشونا ليالي الأبطال. تخيل معي سيناريو المباراة. تبدأ المباراة، لاعب منتخب المغرب أول 4 دقائق أسامة الطنان قذيفة من نص الملعب في شباك منتخب الأردني. منتخب المغرب عمل شوط أول عالمي. بدأ الشوط الثاني منتخب الأردني دقائق بسيطة وجابوا التعادل وعلوا سقف التحدي. دقائق بسيطة سجلوا الثاني ريمونتادا. على أساس المباراة انتهت، مدرب منتخب المغربي عمل تبديل ذكي، نزل عبد الرزاق حمد الله وجاب هدف التعادل بال89 وانتهت المباراة أوقات الأصلية هدفان لهدفان. راحوا لأشواط إضافية. الأردن بداية أشواط الإضافية بيتقدم على منتخب المغربي 3-2 ولكن ألغي الهدف بسبب لمسة اليد. ولكن عبد الرزاق حمد الله بالدقيقة 100 بيجيب هدف التقدم والأغلى للمنتخب المغربي في نهائي بطولة كأس العرب. وبتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 عشان نشوف سيناريو في ملعب لوسيل في قطر مرعب. نفس جمالية نهائي كأس العالم 2022. أمتع مباراة في تاريخ بطولة كأس العرب. منتخب الأردني سيد وكبير ومنتخب المغربي عملاق أفريقيا. أفضل منتخبين مع أجمل أداء. ألف مبروك منتخب المغربي أسود الأطلس، هارد لاك منتخب الأردني النشامة. انتهت خلاص، المنتخب المغربي بطل لكاس العرب. كاس العرب ايه؟ بطل لكاس العالم، بطل لأقوى بطولة قارية. قارية ايه؟ أقوى بطولة يا جدعان، ده أقوى وأهم من البطولات القارية نفسها والعالمية. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. خلاص انتهت، للأسف انتهت المتعة، للأسف انتهت الجمال، للأسف انتهت بطولة ولا أحلى ولا أروع بسبب أداء عالمي وتنظيم ولا أجمل. ولكن البطولة بتنتهي على يد المغاربة، على يد أسود الأطلس أبطال البطولة. مبروك 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 المنتخب المغربي عن استحقاق، عن استحقاق فوز مستحق، بطولة مستحقة. لكن ما ننساش أبدا الأداء العالمي اللي أداه المنتخب الأردني. أداء عالمي رغم الغيابات ورغم الإصابات، ولكن المنتخب الأردني قدم نهائي ولا أجمل، قدم بطولة كلها ولا أحلى من نتائج ومن أداء. لكن هارد لك للمنتخب الأردني، مليون مبروك معلش ما تزعلش، قدمت بطولة كبيرة، والله قدمت بطولة كبيرة ما تزعلش. مليون مبروك للمنتخب المغربي، مليون مبروك لأسود الأطلس. أنا قلت من أول البطولة للمغرب يا جدعان، قلت من أول ماتش في البطولة ويمكن من قبليه كمان قلت البطولة للمغرب يا جدعان. مليون مبروك للمنتخب المغربي، مليون مبروك لأسود الأطلس. كان شيء متوقع، كان شيء متوقع، ولكن اللي ما كانش متوقع ان المنتخب الأردني يكون بالشراسة دي ويقدم مباراة عالمية. بيرجع للمباراة مرة واثنين وبيسجل هدف وبيتلغي. مباراة مجنونة. حمد لله كلمة السر، حمد لله كلمة السر ورجل النهائيات يا جدعان. مليون مبروك للأردن، هارد لك للأردن، ومليون مبروك للمنتخب المغربي. فاول يا عيال، المغاربة مجانين، المغاربة مجانين، وبالصف الثاني مجننين العالم. لك منتخبنا الوطني، هارد لك النشامة. ارفع راسك انت أردني، ارفع راسك انت أردني. خسارة نهائي الحلم، خسارة كأس العرب بخسارة مشرفة جدا أمام المنتخب المغربي. صراحة يا أخوان المنتخب الأردني خسر من الحكم،
خسر حرفيا من الحكم. الجول الثالث هذا كيف بنلغى؟ انا اشرح لي كيف بنلغى. جول ابو طه كيف بنلغى؟ وين يروح بايده؟ وين بروح بايده يا حكم؟ انا مش فاهم كيف لغيته. على العموم مش مشكلة معلم، احنا كسبنا منتخب عالمي، منتخب خرافي. ارفع راسك انت اردني، احنا ما بنستاهل الخسارة. احنا حرفيا يا اخوان ما بنستاهل الخسارة. الهدف الاول تبع المغرب من كوكب اخر، بعدين معلم بلياردو، تق بالعارضة تق بترجع له، تق بالعارضة تق بترجع له، بعرفش كيف بتيجي. بس هاي على العموم هارد لك للنشامة، والف مبروك للمنتخب المغربي فوزهم بكأس العرب. بس سلام. أفضل هدف في تاريخ بطولة كأس العرب. La passe en retrait, elle va être interceptée pour le Marocain. Là, ça peut partir à l'abordage pour les Marocains. Ça tente une frappe du milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient de faire? La frappe du milieu de terrain. Oh! Oh! Qu'est-ce quoi? Oh, le but de fou! Il est dans sa moitié de terrain à droite du rond central. Il voit le gardien avant voir. يا اخوان جسمي قشعر، يا الله ارضيه ماطره نهائي صعوبه، تسديده من منتصف الملعب هدف، وبدايه المباراه اول 3 دقائق في المباراه هدف كذا. يا اخوان اتوقع انه من ورا نص الملعب. وشوف القطعه الجميله، ايوه شوف، يا الله ما شاء الله. والله ابو ليلى مجسك على راسه. والله سلامات يا زيد ابو ليلى. يا اخوان اوه والله يزيد ابو ليلى من جيز خبط راسه. سلامات سلامات والله، الف 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 سلامه يا زيد ابو ليلى. ايش هذا الهدف؟ شوف يحمد الله على الهدف. هذا الهدف ممكن انت يكون بالنسبه لك اجمل هدف لك في تاريخك كله، وفي نهائي كاس العرب. ونرجع نقول ما شاء الله لا قوه الا بالله من ورا نص الملعب. يا اخوان ركلت بدايه المباراه السنتره تكون من نص الملعب، هذا شاطها من ورا نص الملعب ما شاء الله لا قوه الا بالله وسجلها. شوف سرعه القرار، شوف اخذ نظره بس، نظره وسدد على طول. ما شاء الله يا سرعه القرار. والله سلامات يا زيد ابو ليلى، سلامات والله قويه، الف سلامه عليه. يا الله منتخب الاردن يستقبل هدف من اول 3 دقائق، والان حارسهم يزيد ابو ليلى مصاب. يعني اي سيناريو غير متوقع يصير، تستقبل هدف زي كذا وترى الهدف هذا حيحطم معنويات، لانه انت يدخل عليك هدف من ورا نص الملعب ترى حيجيك احباط وحارسك مصاب. لكن ان شاء الله نستمتع. الرشدان كره عالمي يا عالم. بوشكاش خلاص انحسمت، بوشكاش جائزة بوشكاش انحسمت بشكل رسمي. يا لطيف هذه كيف تجرأ يسدد بهذا الشكل في مباراة نهائية؟ هذا لا، هذا ما احترم انها مباراة نهائية، هذا حرفيا ما احترم انها مباراة نهائية. هدف تاريخي يا عالم، والله تاريخي من وحي الخيال. خيوط المتعة والإبداع من وحد الخيال يسجل كاف. لا يا عالم لا.
مو طبيعي مو طبيعي قسما بالله. يا عيال من ورا نص الملعب. كحسن المغرب وجمال المغرب وروعة المغرب. مش طبيعي يعني، غير انه تخش الهدف دخلوا في العارضة بعد، دخل ابو ليلى في العارضة. شوف 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 هدف تاريخي. جايزة المشكلة انحسبت، الجاية انحسبت. اوبا اوبا لا 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 مستحيل مستحيل مستحيل. افضل هدف بالبطولة واحلى هدف بالبطولة، والله هدف للتاريخ، والله هدف للتاريخ، هدف للتاريخ. الجرأة والفكرة والتنفيذ كلها جتني صح، كلها جتني صح. مستحيل يا الهدف، مستحيل يا جمالية الهدف. شوف الكعب، شوف الفكرة والتنفيذ وين راحت، راحت صح، راحت صح. والحارس بتقدم. والله يا لجمالها، والله يا لجمالها. اتوقع هذا احلى هدف بتاريخ كأس العرب. والله راضي اوصل لها بس صعبة 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 صعبة. لا 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 لا، هدف تاريخي، هدف البوشكاش القادم. يا الله على المغاربة مجانين، شوط أول تاريخي يقدمونه المغاربة. هكرية كرة القدم، هكروا كرة القدم، مستحيل. ذاك الهدف تاع المغرب ضد الأردن هذا وين بدا الماتش؟ دقيقة الخامسة صاروخ عبر القارات من السونتر لداخل ديرك. قلت لكم يكملوا معاهم في الشوط الأول، 1 2 خلاص الأردن طارت، ما عندهم ما يديروا في الشوط الأول يكملوا معاهم. صح هدف عالم، لا هدف عالم. واحد ما كان يستنى فيها غير يبدا الماتش يتيريها من السونتر. هدف عالمي. شوف يكملوا كيما راهم صحتهم الكاس. صح هدف قوة كيما تاع يوسف البليلي. ذوك الأردن يكره حياتهم. علاش تماركي من السونتر؟ علاش تماركي من السونتر؟ علاش تيري من السونتر؟ ما تماركيش من السونتر، لعب لعبة شابة وماركي بيراتي، ما تماركيش من السونتر. او سبحان الله، ما تماركيش من السونتر. او ابوك دوكا واش راح يصرى لهم؟ واش راح نقول لك؟ والله واش راح نقول لك؟ بس كعبك يتماركي على واحد هكذاك صعيبة، والله لا صعيبة. المهم دوك شويه رانا رايب خاوتنا باش نكملوا الماتش. أجمل هدف بالبطولات العربية، أسامة الطنان يسجل من منتصف الملعب. شلون هدف؟ شوف التركيز، شوف الاستفاقة، شوف الإدراك، شوف الحس، شوف حس التهديف شلون لاحظ الحارس. عجيب عجيب عجيب. أسامة الطنان هدف عالمي. أسامة الطنان لاعب المنتخب المغربي يسجل هدف عالمي للمنتخب الأردني بنهائيات كأس العرب. شوفوا الهدف، شوفوا يعني تتغزل به هذا الهدف. المنتخب المغربي مو فقط عالمي بسبب تصنيف الفيفا، لا هو ايضا عالمي باسلوب تسجيله للاهداف. شنو هالروعه؟ يا اخي هو هيك اهداف. متعونا عمي البطوله اللي دائما جيبوا لنا المنتخب المغربي بالبطولات حتى نتونس نستمتع. المهم ان انا بحلق ورافع راسي كده وبتفرج على الماتش، فالكرة اول ما خرجت من رجل اللاعب بتاع المغرب اسامه طنان، اقسم بالله العلي العظيم قبل ما اشوفها رايحه فين انا قلت الكرة جون يا ابن اللعيبه. خد الوضعيه وخد القرار والوضع التشريحي الجسمي والكرة طالعه من رجله صح، كل ده في اقل من ثواني علشان الكرة تروحها مظبوطه زي الكتاب ما قال، ولا زياده ولا ناقصه، الكرة رايحه زي الكتاب ما قال. احنا مغرمين بمنتخب المغرب ولاعيبه المغرب وروح منتخب المغرب. ديما يا مغرب، والله ديما. لا ده بوشكاش قليل عليه، ده اجمد جون في تاريخ البطوله العربيه. ده ما شفتش كده قبل كده يا جدعان. الواد نتاشها من قبل نص الملعب ما شاطهاش. هو نتاشها عارف ولا ركن ولا بص، هو بس اداها كده واحده شلوت راحت للتاريخ يا ابن اللعيبه. لا جون عالمي اقسم بالله. مش كده شاف الكره بتطير فاهم، والحارس بيجري بالتصوير البطيء. جون عالمي تاريخي يا ابن والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا الوالد، توقعاتكم مباراة اليوم؟ والله صعب التوقع، صعب. مباراة قوية، مباراة قوية، و
من يعطي كرة تعطيه. نتمنى ان شاء الله اللي يلعب. يا ها يا مغرب، يا ها يا مغرب، كيف؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله يا مغرب. انا قلت انها برا. يا لطيف، يا الله يا الله يا الله ما شاء الله. وربي هدف اسطوري. انا احسبها برا، صدق احسبها. انا قلت انها وين، قلت وين. يا ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. شوف 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 عادة، شوف كيف منين جابها، شوف منين ارسلها. والله من ورا خلف المدافعين. ما شاء الله ما شاء الله. هدف هدف هدف. يزيد أبو ليلى ما في داعي ننتقده، صح الهدف يبدو متعودين ننتقد الحارس عليه، لكن لو فكرنا فيها منيح فعليا هو ما غلط. الكرة كانت معنا، فطبيعي الحارس لما فريقه تكون معاه الكرة يقدم. هي مش لعبة بيبي فوت يلهزق بالخط، فطبيعي يقدم. انقطعت الكرة لما وصلت لطنان أصلا مضغوط عليه، فالمنطق الطبيعي تعرف إنه هيحاول يمرر أكثر مما يسدد. لكن اللاعب المغربي أخذ قرار قوي جدا، حتى وضعية جسمه ما كانت وضعية تسديد لما استلم، لكن عمل شيء رائع، قدر يلف بشكل رائع ويسدد بشكل متقن. شيء صعب جدا يتكرر بالكرة بهذه الدقة، فبالتالي ما نلوم الحارس اللي تألق معنا وكان رائع معنا، ولولا على الأغلب ربما عانينا أكثر في الطريق للنهائي. وبنشكر لاعبتنا وبنشكر كل شيء عملوا في هذه البطولة. شكرا لكم من القلب لأنكم رجعتوا شعب كامل يحب كرة القدم.